السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الصراحة بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع مهم بالنسبة لي وكنلاحظه كل عام في الوقيته د العيد. هو الإشكالية ديال الآباء مع وليداتهم. معنا واحد مجموعة د الآباء كيقول لك حنا ما يمكن ليناش نخليو وليداتنا بلا عيد، وما يمكن ليناش مثلا انا مولفت وليداتي انني نشري لهم واحد الحولي كبير وبالكرون ديالو وما عرفت كي داير الى غير ذلك، وهذا العام نجي نشري لهم مثلا حولي صغير ولا حولي متوسط. دونك كيولوا الابناء واحد العامل ديال الضغط على الاباء، وكيولي الاب كيشري الحولي وهو واضع في اعتباره ان وليداتو خصهم واحد الحولي بواحد المواصفات معينه. في نظري هذا غلط. هذا غلط لا على المستوى الديني، لأن الإنسان خصو يمشي على قد جهده، هذه واضحة على المستوى الديني. حتى أن على المستوى الديني راه الإنسان إلا ما عندوش يعبد الله بالعجز بأنه ما قادش. دونك المستوى الديني الأمور واضحة. وحتى على المستوى النفسي والتربوي هاد المنهجية راه ماشي سليمة. بمعنى أنا عندي واحد الوليدات فاش كيوصل العيد خصني نستثمر هذا العيد في التربيه ديالهم ايضا. راه هذه المناسبات الدينيه وهذه الامور هذه راه حتى هي فرصه للاستثمار على المستوى التربوي. انا مثلا هذا العام غادي نعيد بواحد الحولي صغير، او ما غنعيدش كاع، مولفت سيدي كنعيد واحد 10 سنين جا واحد النهار وما كانش بامكاني نعيد لاي سبب كان، ما عنديش امكانيه انا نعيد. خصني نشد وليداتي، لا عندي جوج ولا عندي واحد ولا لا عندي، المهم اللي عندي كان عندي وليدات صغار نجلسهم ونقول لهم وليداتي هذا العام مع الاسف عندي واحد الازمه كذا كذا كذا، وراه ما نقدرش نعيد ما نقدرش نعيد هذا العام، او ما نقدرش مثلا هذا العام نعيد كما كنت كنعيد في الاعوام السابقه، وراه غنجيب واحد الحوليه على قد الحال. وهذه كتكون فرصه باش الوليدات يفهموا لي زاليا د لا في، يفهموا بان الحياه هي هبوط وصعود. معنى كما كان عندنا كان مسك علينا الله في واحد السنوات معينه وكانت الامور ميسره وكنقدر نعيد، هذا العام راني ما نقدرش لان الظروف ديالي ماشي ميسره، والعام الجاي ربما نقدر نعيد لان الظروف تقدر تكون ميسره. وهنا كيفهموا الوليدات ان الحياه فيها لي هو لي با، فيها لحظات الصعود ولحظات الهبوط وفيها بزاف د الحوايج. وهنا كنعلموهم واحد الخاصيه ديال التقبل، لي زاليا د لا في، تقلبات الحياه، وهي تقبل القضاء والقدر ايضا. هذه كلها امور مهمه خص الوليدات يتعلموها، وما خصناش نساو بان العيد هو فرصه تربويه ايضا. وهي انا بالنسبه لي هذه مهمه بزاف. في العيد مهم ان الانسان يستغل العيد ايضا باش يربي وليداته. الا ما عنديش راه ما عنديش، والا عندي راه عندي مرحبا، الا عندي غنعطيكم، غنشري لكم، غنشري وما هو في العمر راه ما كتشريش ليهم، راه كتشري ديك الاضحيه، راه اضحيه لله تعالى، ماشي للوليدات. دونك حتى الانسان الا ما قادش خصو يجلس مع وليداته ويدوي معاهم ويقول لهم شنو كاين، وهكا كتعلمهم كيقول لكم ان الحياه راه فيها تقلبات. والا ما كانش عندي، ما عنديش القدره كاع نشري، كنجلس معاهم ونقول لهم وليداتي انا ما عنديش القدره نشري، ما عنديش القدره نشري الحولي والمستوى ديالي وهالمستوى ديالي، اولا مثلا الا عندي القدره نشري بواحد 1500 ولا 2000 ولا كذا، وفي الاعوام السابقه كنت كنشري بكثر، نقول لهم وليداتي هذا العام غنشري بالقده والقده، وما ما غنشروش شي حولي كبير، غنشرو غير شي حولي على قد الحال. فوالا وكذا كنفهمهم بان المستوى ديالي هو هذا. وهذه مساله مهمه ومهمه بزاف. علاش هي مهمه؟ لان مع الاسف في السنوات الاخيره راج واحد الاعتقاد ديال ان عند الاسر اننا خصنا نوفروا للوليدات كل شيء. كاين الاب اللي كيقول لك حنا كنا محرومين وخصنا نوفروا لوليداتنا كل شيء وشي هرطقات من هذا القبيل. الاخوان هذه ماشي صحيحه، هذه القضيه ماشي صحيحه على المستوى التربوي. الابن خصو يتعلم بان الحياه فيها لحظات غادي نقدر نعطيه فيها، وفيها لحظات ما غاديش نقدر نعطيه. دي مهمه بزاف على المستوى التربوي. ومهم على المستوى التربوي انني نوري لولدي اشنا هو المستوى الاجتماعي ديالي، باش واحد النهار باش ما نبقاش موهمو، ما نبقاش كنوفر ليه في واحد اللحظه كلش بزاف د الحوايج في صغرو، ويجي واحد النهار يقول يطلعوا الاحتياجات ديالو يتزادوا وما نبقاش قاد نوفرهم ليه. خصني من الاول نوفر ليه داكشي اللي خاصو، ولكن على قدر المستطاع.
وإلا ما قدرتش واحد النهار نقول لها ولدي المستوى الاجتماعي ديالي ما يخولنيش انني نعطيك هذه الحاجه، انني نوفر لك هذه الحاجه. وفاي باش ما يجيش واحد النهار داك الولد يولي غاتي، يولي مفشش، ويجي واحد النهار ويقول لك عنده 15 ولا 16 عام يقول لك بغيت موتور ديال 3 المليون ولا ديال 4 المليون ولا ديال 5 المليون، ولا بغيت طوموبيل ولا بغيت كذا، الوغ كنت ما قادرش توفر لي هذه الحاجه. دونك هذا العيد هو فرصه ذهبيه بالنسبه لي، ممكن يستثمروا فيها الاباء على هذا المستوى. تبارك الله عليكم. يلا بخير.